السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفة في منتهى الجمال، سهلة جدا، طعمها مميز قوي. يعني تقريبا ممكن ما تبطلوش تعملوها اقل حاجة يوم في الاسبوع من كتر ما هي سهلة وطعمها حلو قوي. هنعمل مع بعض صينية فراخ بالبطاطس بس بطريقة جديدة شوية وطعمها حلو قوي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. اللي ما يعرفنيش بقى، انا سميرة وده مطبخي. يا ريت لو استفدتي اي حاجة من الفيديو بتاعي لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة. وهنسمي الله ونشوف الطريقة على طول. واول حاجه هنعملها هنتبل الفراخ بتتبيله بسيطه قوي. معايا طماطميتين مقشراهم وضروري تقشريهم، وبصلايه كبيره، قرن فلفل احمر كبير من اللي هو البارد، وكام فص توم. ومعايا بهارات بابريكا، توم باودر وبصل باودر وفلفل اسمر وبهارات فراخ وملح، ومكعب من المرق لو حابه تشيليه شيليه مفيش مشكله. هنروح بقى على الخلاط بتاعنا او المفرمه الموجوده عندك او الكبه اسفه، ونحط بقى الخضار بتاعنا كده زي ما انت شايفه وكل البهارات عليه. تتبيله الفراخ دي اغلبيه التتبيلات بتاعتي بتبقى هي دي تتبيله الفراخ السريعه اللي انا بعملها، لانها بصراحه طعمها حلو قوي. حطيت معلقتين من الزيت، زيت عادي او زيت زيتون الموجود عندك، ومعلقتين من الخل. وهفرم ده كله بقى ناعم قوي. انا عايزه الخليط بتاعي يكون ناعم زي ما انت شايفه كده. النهارده هعمل صينيه البطاطس بتاعتي بالدبابيس. هنزل بقى الخليط اللي احنا عملناه مع بعض، بس هخلي معلقتين او 3 كده للخضار. وهتبل بقى الفراخ بتاعتي كويس كده، واتاكد ان حطيت تحت الجلد وقلبت الدبابيس بتاعتي كلها كويس في التتبيله. معلش كنت نسيت احط نص الليمونه، فهحطها وارجع اقلبها تاني. انا حطيت ليمون وخل لان انا التتبيله دي مش هقعدها ولا ساعه ولا ساعتين ولا اي حاجه، انا هشتغل على طول. فعشان كده حطيت ليمون وخل، بيدي الفراخ طراوه كده وتبقى حلوه قوي، وطبعا بتشيل اي زفاره. هنا انا معايا الخضار، خضار بسيط جدا، بطاطس وجزر وفلفل. مش هحط بصل، مش هحط طماطم، مش هحط اي حاجه خالص. عشان كده بقول لكم صينيه بطاطس خفيفه قوي، مش صينيه البطاطس المصريه بتاعتنا المتقصله الحلوه دي للناس اللي عامله دايت حلو قوي. اكل خفيف كده. خدت معلقتين التتبيله اللي انا كنت شايلاهم، هقلب بيهم الخضار عشان اتبل الخضار بتاعي ويبقى طعمه حلو. طبعا رصيته حلو في الصينيه، وبعد كده هجيب الدبابيس ونرصها كده. عايزه اقول لكم ان صينيه الفراخ دي ممكن تعملوها بفراخ سليمه، ممكن تعملوها بوراك براحتكم خالص. وحلوه قوي لو عملتكم عزومه، تبقى شكلها حلو قوي في السفره، يبقى تقديمها كده شكله حلو. كده رصيتهم، وبعد كده زوقتها بشرايح بطاطس كده في النص، وفلفلتين الوان كده للشكل بس مش اكتر. بعد كده بجيب ورقه زبده، طبعا بلاها ميه عشان ما تلزقش في الفراخ بتاعتي. وبعد كده بورق الفويل او ورق الالومنيا، وهقفلها كويس قوي، واتاكد انها اتقفلت كويس عشان البخار ما يطلعش منها. بندخلها الفرن، تقريبا هتاخد ساعه، ساعه الا ربع، على حسب ساعه وربع على حسب نوع الفراخ او حجم الفرخه بتاعتك. بتحطيها على ارضيه الفرن عادي خالص. وبعد كده بقى هتطلعيها، وعلى مهلك بقى. اي بنوته صغيره وهي بتشيل ورق الفويل تشيله بالراحه، عشان ربنا يعافينا يا رب. البخار بتاعه صعب قوي، يعني البخار اللي بيبقى طالع ده بيبقى لو لسع الايد صعب. كده هحطها بقى تحت الشوايه 10 دقايق، وتخلي عينك عليها عشان ما تتحرقش منك، وتطلع بقى بألف هنا وشفا. شايفين الجمال ولا الريحه بقى؟ الريحه تحفه جميله. تتبيله سهله قوي وبسيطه، وما فيهاش حركات كتير ولا فيها اي حاجه خالص. وان شاء الله هتعجبك وطعمها هيعجبك. قلنا صينيه بطاطس يعني شويه رز بالشعريه، مفيش احلى من كده. نعمل شويه رز بقى ونقدمهم كده، وشويه سلطه، وغدانا جاهز. ومفيش مواعين ومفيش كركبه. لو تلاحظوا انا دايما اعمل لكم الاكلات اللي ما فيهاش كركبه كتير وما فيهاش مواعين كتير. لو استفدتي بقى اي حاجه من الفيديو بتاعي ووصلتي معايا لحد هنا، يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل، عشان ان شاء الله يوصل لك الفيديوهات الجديده. وربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا كل حاجه وتطلع من ايديكم زي العسل ان شاء الله. ايه رايكم بقى في الطبق بتاعي؟ اكله حلوه قوي، جربوها ان شاء الله هتعجبكم.